وإليه هداك. ولعلنا في نفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشهور بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض والأوباك. قل للمريض نجاوعوك يا بعدما عجز فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من يصحيح بالمنايا دهاك. وسائل البصيرة كان يحذر كفرة فهوى بها من الذي أهواك. وسل الأعمى خطأ وسط الصحاب من استقام من يا أعمى يقول خطاك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفخ سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله من أسراك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله من يا نخل شق نواك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدركه ولكنه إدراك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. وحد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. الفرق بين الكفر والإيمان خير. الفرق ما بين الإيمان والكفر شعر. واعلموا أن جميع الذنوب تغفر إلا الشرك والعياذ بالله، بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب مرجع مغفرته إن شاء ربنا عذبه وإن شاء أهلك صاحبه، إلا الإشراك فملهوش أبدا مغفرة، لأنه واضح نصا قولا صريحا من الكتاب والسنة. ألا وإن من أكبر الكبائر التي تدخل صاحبها والعياذ بالله النار، بل الحكم في الدنيا قبل الآخرة، مسألة السحر. السحر ده باب عظيم، باب خطير. ونظرا لتهاون الناس في هذه المسألة وضعفهم وجهلهم ومشي خلف وسوسة النفس ووسوسة الشيطان، فإني محدثكم بحديث محفوظ صلى الله عليه وسلم. مسائل السحر ومسائل الدجل والشعوذة والتي كثرت في زماننا هذا، سواء في البلاد دي او في اي بلاد، سبحان الله ما تلقاش في بلاد الاجانب هذا ما تجدها، لكن عندنا احنا بطريقه قدريه. اي حد عايز ينتقم من حد تلاقيه يروح يعمل له عمل، حتى لو كان ازال ضرب له ولده اعمل له عمل، مش عارف ليه عنده حاجه من الورث اعمل له عمل، مش عارف لو ازال مش عارف شيء او ضر للنفس او ضر للمال او ضر لزوجته اعمل له عمل. ولا سيما النساء، ويا ريت النساء تسمع الكلام ده، ويا ريت النساء، لان اغلب هذا الدم يقع فيه النساء. بعض الاخوات امبارح بتقول لي النساء اللي فوق بيتكلموا فما بنسمعش الاحاديث، ما بنسمعش في الصلاه. يا ريت تسمع النساء. اخواننا ده شرك والعياذ بالله. لما انا اروح لدجال او ساحر او مشعر، حتى لو مجرد سؤال، شوف العقوبه ايه، مجرد سؤال، من اتى ساحرا او عرافا او كاهنا فسال لا تقبل له صلاه 40 يوم. 40 يوم ما تجيبش صلاه، فما بالك بقى ان نروح وبعمل العمل عنده. من اتى ساحرا او عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، لان الذي انزل على محمد يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السحرة يا اخواننا ما بيعملوش الكلام ده من باب القتل، لا، الناس بتعمل عمايل كده عشان تدخل الباب ده، فتدخلوا من باب ايه؟ ضيق جدا، بيدرج على نفسيها، بيتحللوا من التوحيد والايمان عشان يدخل للسحر، عشان يدخل للسحر، عشان ينقاد له الجن. تلاقيه ايه؟ بيدوس على القران، بيدخل بالحمام، بيستحمى باللبن. وللاسف عقوبه السحره برضه تكون في الدنيا قبل الاخره، اصلا بيعجل ربنا عقوبتهم في الدنيا
واحدا منهم. يعني بعض السحرة زي ما ذكر وحيد عبد السلام بالي السحر والغفار لما يجي يتوب او يجي يسيب السحر تلاقي اصلا الجن ما بيسيبوش. ليه؟ لانه كان يعمل له على ايه؟ على صغر، على خوف، غصب عنه بيعمل ايه؟ مش بمزاجه، فبيخدم لانه عشان يتقرب له ويعمل له العمل ده او يجي يفرض طلباته بيتقرب للكبير منهم، فبيجي ايه؟ يخدم. ولما يجي يسيبه بعدين عايز بقى ينتقم منه، تلاقيه ضرب لزوجته، ضرب باولاده، يبطل الرحم، يبطل الخلفه والكلام ده، وده قصص كتير من الواقع. المهم ان الذهاب للسحره دول امر مفروغ منه. السحر ده اصلا يعني بياخد جزاءه في الدنيا قبل الاخره وكفر والعياذ بالله. لكن مجرد ان انت تروح اصلا عشان اي حاجه زي كده هتضيع ليه؟ تضيع ليه ثوابك؟ تضيع ليه عملك؟ تضيع ليه صلاتك، صيامك، قيامك، القرابه؟ كله ده بيروح بسبب الذنب زي ده عشان حاجه من الدنيا دعاء من الدنيا كان انت تشرك بالله والعياذ بالله. الامور دي ما فيهاش تهاون، الامور دي ما فيهاش تهاون. السحرة يا اخوانا ما ينفعش اروح ليهم لاي حد. وعشان تعرف علامات السحر ازاي، اي حد يسالك عن اسم امك، اي حد يقول لك هات لي شعره، هات لي مش عارف علامه منه، هات لي جلابيه من اثره، هات لي مش عارف ايه. اغلب الناس اللي بتجي لك كمان يحبوا يسالهم يقول لهم ادوهم حاجه، يقول لك ده الحجاب. تمسك الحجاب تلاقي فيه ايه؟ طلاسم. الطلاسم دي ايه؟ تعويذات تحت الجن، اسماء الجن والعياذ بالله. انت شايل الجن في جيبك سواء كان بيخدمك ولا ما بيخدمكش، للاسف ده خوف واصلا هو كائن ليه. عشان كده ممكن تتأذي، فاغلبهم يدي لك الكلام ده ويعمل لك ايه؟ من حبه قطه منهم من نفسه هو شيء، وهو بيعمل الكلام ده ايه؟ استعانه بالجن. فمن حيث لا تدري يضر ولا ينفع، بيضر وما بينفعش. فالاحجبه دي اغلبها بلاقيها كلها كده شعوه، واللي شايل الاحجبه دي في بيت، واللي شايلها في محفظه، واللي شايلها مش عارف ايه. يا اخوانا الكلام ده ما فيهوش نظام. بالنسبه بقى للموضوع الاهم والنقطه المنتظره واللحظه المرتقبه في مساله المسلسلات ومسلسل الافلام اللي انا قلت اتكلم عنه بقى عشان الوقت برضه ما يجيش من جهه. انا قلت ان انا هتكلم عن المسلسل ده، ولقيت واحد من الاخوه ما شاء الله بعت لي على اسمه. طب يعني حكم مشاهده مسلسل الافلام يفكر ولا لا؟ طب ايه اللي دخل الاخبار في موضوع المشاهده؟ فانا رديت عليه وقلت له ربنا يعيننا على خدمه الشعب معاك. صلى على الرسول. مسلسل المداح قبله كان بيذاع فيلم او مسلسل اسمه سجين. سجين ده للي يعرف ولا ما يعرفش، لكن احنا نضطر ان احنا نقول الكلام ده لان مرات يكون منكرا فنوعيه وكذلك فلم يستطع برساله فلم يستطع بقلبه ذلك اضعف الايمان. المسلسلات دي اخوانا مسلسل سجين ده اللي هو بيصور لك حاجات من الجن والحاجات دي بيتجري فيها شويه تعويذات، بيتجري فيها تعويذات. التعويذات دي خطوره جامده. التعويذات اي حد مش محصن نفسه بيتضرر من الجن، خد بالك من الكلام ده. اي حد مش محصن نفسه بيتضرر من الجن. في فيلم ذاع في الثمانينات لعزة العلالي، يعني اغلبنا يمكن عارف اسمه مش عارف عادل المعتقل. المخرج كان ياسين اسماعيل ياسين. كان بطل الفيلم توفت بنته وبعدين راح اشترى بنت بعيد عشان ينساها، فبدا يشوف خيالات وشويه حاجات كده وصور يعني. راح بعد كده جاب ساحر، هو في الفيلم جاي ساحر. الساحر ده اصلا كان حقيقي، كان اصلا معروف بالسحر بوقته، كان اسمه سيد الحسين. وسيد الحسين ده مات موته عجيبه، مات موته مرعبه. بعد 10-15 سنه من الفيلم دخلوا بيته لقوه ميت كده على الارض وعيونه مفتحه وفي على الجدران طلاسم ودم وصور لمشاهير وفنانين. المهم ان الراجل ده جابوه على اساس يعمل تعويذه كده عشان هم مش عارفين ولا المخرج عارف ولا. فهو الراجل بدل ما يجيب اي كلام راح جاب تعويذه حقيقيه. التعويذه الحقيقيه كان اسمها براهين. دي للاسف احضرت كبار الجن بل ملوك الجن. فاللي قاعدين حتى في التصوير نفسه قالوا احنا شفنا خيالات وشفنا حاجات كده خيلت لنا، وبعدين راحوا الجنوب شافوا الكلام ده. فمنكم التعويذات دي يا اخواننا الدور فيلم سجين ده كده وفي ناس اتضرر. مسلسل المداح ده اصلا بغض النظر عن كون اصل المسلسل ده اصلا بيتكلم عن الساحر التائب اللي هو بتاع السودان، والراجل ده اصلا شايف حاجات. كان اللي يشوف قصه على اليوتيوب هيلاقي فيه حاجات كده مرعبه. كان اصلا مسخر نفسه للجن وابوه واحد من الجن وهو من صغره كان يشوف افلام مرعبه يعني. الراجل ده تاب وحكى قصته وحكى الحقائق دي كلها. المشكله ان هو المسلسل اخذه من قصه الراجل ده. المسلسل ده بيتطور كل سنه والله ما بستمر، بس بيتطور كل سنه لدرجه ان هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا شويه تعويذات. اي حد مش محصن نفسه، اي حد مش محصن نفسه هيتأذي. بغض النظر عن كل احنا شهر رمضان تصفق فيه الشياطين مع اختلاف باقوال بعض اهل العلم اذا كان تصفير
الشياطين ده الكبير ولا الصغير، او بالقول او بالفعل بحسب فعلك انت من كل تستدعي الجن. لكن في غير رمضان او في رمضان اصلا الجن طالما سمع طلاسم بيحضر، طالما سمع تعويذات بيحضر، ملوش دخل بقى هو ايه بمسلسل بفيلم ما يعملش تمثيل. الجن ما بيهزرش بالكلام، الجن اكثر مما تتخيل. عارف شغل الحرام اللي في الشرطه والكلام ده بيحصل، احنا بنشوف حالات فعلا كده. يعني اقل على الاقل رحنا في الكليه كان بس رحت لحد كده صحوني في النوم وبتكلم معاه فبيكتب لي ان انا ايه لبسته بسبب ان كنت كان بيلعب كوره فشاط الكوره فهو كان موقف جنب العارضه عشان الكوره خبطت فيه راح جاي. واحد ثاني اللي كده لبسته قال لك دخل عليه الحمام وبال ولم يذكر اسم الله، ما قالش اعوذ بالله من خبث الخبائث. طبعا انت مش محصل نفسك فهو بيتاذي طالما اتاذى على حاجه بسيطه، هو بيقول لك سمي، لو سميت انا مش هحسن، هو نفسه بيقول لي كده تمام. فخلاص انا طالما اذاني انا اذن، هو كده عالم الجن. وان منا الصالحون ومنا ذلك ومنا دون ذلك وان منا المسلمون ومنا فهم في منهم الكفر وفي منهم اهل الايمان وفي منهم الصالح وفي منهم الطالح. بس طالما انت اذيته هتاذي. اقل ما يقال في امر الجن ان انت لو محصن نفسك ولو بآية الكرسي لانه هو اللي نصح فيها في حديث ابي هريره لو قرات الكرسي صباحا ومساء لا يضر، لو اذكرت الصباح والمساء لا يضر. مش كل اللي برضه داخل الحمام ما نسيش الذكر مش هيضر، لكن احنا بنقول ان الافلام والمسلسلات دي ممكن تضر بالذات اولاد، ونحن مراقبون هذا الامر. فتضر عيالك انت مش واخد بالك او تضر نفسك، احذر من الحاجات دي. ده واجب علينا، واجب علي وعليك ان انت انا بقول لك الكلام ده بيضر من حيث لا ينفع، وممكن تاذي بيتك من غير ما تعرف، وممكن الجن يأذي اولاد، ممكن الجن يسرق حاجه من البيت وقد يسرق الجن اي شيء لا يذكر اسم الله عليه او ليس مطلقا يأذيك وياك، فده امر مفروض. لكن موضوع السحر ده هنا بيقول اي حد يروح له يدي لك حجاب يسالك عن حاجه لا، اي استعانه بالجن يا اخوان عن طريق السحر كفر والعياذ بالله. فلا تضيعوا اعمالكم وكونوا حذرين من هذه الامور ومشاهده هذه المسلسلات. نسال الله ان يحفظنا ويحفظ جميع اولادنا